أهلا متابعينا. في الساعات الأخيرة ضجت منصات التواصل الاجتماعي بخبر انهيار العلاقة العاطفية بين المؤثرة الجزائرية إيناس المقيمة في ألمانيا وحبيبها السوري المعروف باسم موزو. هذه القصة لم تمر مرور الكرام، بل تحولت إلى ترند مثير للجدل في أوساط المتابعين الجزائريين والعرب. إيناس ظهرت عبر بث مباشر وهي في حالة بكاء وتأثر شديد، مؤكدة أن قرار الانفصال لم يكن نابعا من رغبتها، بل جاء نتيجة ضغوط كبيرة مورست على موزو. وحسب تصريحها فإن الأخير تلقى تهديدات مباشرة من بعض أفراد الجالية الجزائرية في أوروبا في حال لم ينهي هذه العلاقة بشكل فوري. لكن ما جعل القصة أكثر حساسية هو أن العلاقة بين الطرفين كانت منذ بدايتها مثار جدل واسع، فالكثير من المتابعين الجزائريين لم يتقبلوا أسلوب موزو في التعامل مع إيناس، حيث ظهر في عدة بثوث مباشرة وهو يصفعها، يبصق عليها ويطلق تلميحات غير لائقة اعتبرها الجمهور إهانة صريحة لصورة الجزائرية وتمس بسمعتها. ورغم كل الانتقادات والانتفاضات ضد سلوكه، تمسكت إيناس بحبها لموزو لفترة طويلة، مبررة ذلك بمشاعرها القوية نحوه، غير أن النهاية جاءت صادمة بالنسبة لها، حيث وجدت نفسها في مواجهة موجة من التنمر، الشماتة والتعاطف في آن واحد. الجمهور الجزائري انقسم بدوره بين من رأى أن إيناس ضحية علاقة سامة وأن الانفصال كان أفضل قرار في حياتها، وبين من اعتبر أن دموعها مجرد مسرحية جديدة لكسب المشاهدات وزيادة الشهرة. في كل الأحوال تبقى قصة إيناس وموزو واحدة من أكثر المواضيع إثارة في الوسط الفني مؤخرا، حيث جمعت بين الحب، العنف، الغير الوطنية والدراما المباشرة على الهواء، لتؤكد من جديد أن حياة المؤثرين لا تقل إثارة وتشويقا عن المسلسلات الدرامية.